بنقطة وحيدة. احنا طبعا نشكر كابتن محمد ابو تريكة لانه وافق يكمل معنا الاستوديو. بقول لكم يا كابتن لانه كان بيمشي. انتم مش من مستواي. والله شوف هو الصراحه يحق لك كابتن. تعرف ليش؟ لان احنا الثلاثه الجزائر وتونس وقطر احنا مجموعين عندنا نقطه. الجزائر هو بنفسه عنده 4 نقاط. احنا لعبنا مباراتين. احنا مباراتين يعني احنا في 5 مباريات على بعض كلنا عندنا نقطه. الجزائر مباراتين عنده فرصه. الجزائر مثلا بقول لك عندنا ناقص مباراه. بقول لك ايه، انا هتكلم بداري معاكم. يحق له صراحه. تتكبرش علينا يا اخي. مبروك المصر يا اخي ادوا لي احد. هو يحق له. حقل بالعكس. لا ان شاء الله بالتوفيق قدام البوسنه. طيب سؤال، متى كانت اول مشاركه لمصر في كاس العالم؟ 34. واحنا سنه كم؟ 26. كم بينهم؟ لا انا بليت الحساب. يعني تقريبا 90 سنه يا راجل صح؟ انتظرتوا 90 سنه عشان تحققون اول انتصار. الحمد لله. احنا اولاد النهارده. الكوره بتاعت اليوم صح النهارده. صح. شد حيلكم بقى يا اخي شد حيلكم. بس احنا بقول لك شيء، احنا لسه في البطوله. قطر والجزائر لسه في البطوله. ان شاء الله بالتوفيق. كابتن حاتم في المطار. انا درت. انا بشجع مصر، بشجع المنتخب الثاني. انت ورا اي شيء. لا معانا ادينا له الجواز المصري. الان نستمع للقاء اخر لبين سبورتس هذه المره مع كابتن حسام حسن بعد هذا الفوز. نتابع. الحمد لله. يعني طول عمري وانا بلعب وانا بتهرب نفسي افرح الشعب المصري، لان جمهور في مصر وهنا، وبشكر الناس المصريين اللي هنا. يعني انا كنت زعلان، خايف عليهم، خايف ان هم يروحوا زعلانين، وعارف ان المصريين في الساعه دلوقتي كلهم بره البيت، كلهم بيتفرجوا بره البيوت. الناس كلها طيبه، كلهم، كل الشعب المصري كان عارف انه قلت اللعيبه الجمهور لازم نفرح، ومصر لازم تفرح، لان الحاله المعنويه للمنتخب للشعب المصري هي الكوره، هو منتخب مصر. فانا بقول لهم مبروك، وبقول لهم ارجو اتمنى ان يكون عند حسن ظنهم، وبشكر لعيبتي والجهاز وكل الناس اللي تعبت، كل الناس من اول غرفه الملابس لحد الجهاز الفني والطبي والاداري وكل الناس. بس الجمهور ده انا بحبكم وبموت في تراب مصر. يعني انا نفسي كنت اعيش ان انا افرحهم في يوم من الايام ان منتخب مصر في كاس العالم يلعب بتحدي والفريق يتطور ويلعب، ما يهابش اي حد، ونحترم الناس كلها، نحترم الفرق لكن ما نهابش اي حد. فانا بقول لهم مبروك وبحبكم وبحب حب مصر. استمعنا للكابتن حسام حسن، شاهدنا فرحته، شاهدنا تفاعله مباشرة بعد الفوز. هذه المشاعر أكيد كما ذكر محمد أنها نقلت قبل كأس العالم وأثناء كأس العالم وبين شوطي المباراتين إلى اللاعبين. لاحظ شخصية حسام حسن موجودة في المنتخب المصري، موجودة. لما تشاهد مباراة بلجيكا الأولى ستشاهد شخصية حسام حسن العاطفي الذي ينقل ما يشعر به للاعبين، وكذلك الجاد والحماس الذي لديه. بس باقي يعني انت تشعر بمخرجنا وما تلف هناك، خليك معي. لا انا قلت لك بس لازم اعيد لك اياها المره الجايه. بس بقول لك شيء، المره الجايه محمد ابو تريكه ما راح يطلع معنا في الاستوديو لانه عنده 4 نقاط، ممكن نوديك هناك في مكان عشان ما تلف. محمد كبر علينا العين. لا خلاص اصلا كويس انه مكمل معنا الاستوديو، المفروض يروح على الكورنيش. فحسام حسن المعروف عليه انه قائد، حتى لما كان لاعب قائد، هو عنده نوعا ما من الحماس الزائد في بعض الاحيان. هذه لما يضبطها هو اليوم كمدرب بالاكسبيرينس والخبره التي لديه فينقلها الى اللاعبين. كذلك انه اليوم لما نتكلم على مصر احنا لا نتكلم على حماس فقط، نتكلم على امكانيات، نتكلم على حارس مرمى على مستوى عالي، وان كان الشناوي كان هو الحارس الاول، لكن بس اليوم مصطفى الشوبير اثبت انه يستحق هذه المكانه. صحيح، تصدى في اللحظات الاخيره الكره كانت هدف محقق. اكيد شوبير كان حاسم في المباراتين. شوبير اليوم كان مع النادي الاهلي او مع المنتخب المصري، وانت في حاجه لمستوى حارس ذكر محمد نقطه البدء بالكره. صحيح. ولاحظ كره القدم اليوم الدفاع كان فتحي. ثم بعض الاحيان انه احنا نتكلموا عن اللاعب الذي يدخل دائما
يريد ان يلعب كاساسي او هو يرى في نفسه ان يستحق من الاساسي. هي تاتيك الفرصه الان فرامي، وزيزو قادر ان تاتيك كذلك الفرصه، فلا بد ان تؤكد. ورامي ربيعه قام بمباراه ممتازه جدا على مستوى الدفاع ومستوى الانضباط على مستوى، لذلك كان جاهز على المستوى الذهني، فلا بد ان يكون جاهز. فالمنتخب المصري الشوط الاول يمكن لم يدخل في المباراة بالشكل المطلوب، الشوط الثاني كان جيد، الانتشار، تغيير المراكز، سجل 3 أهداف، كان قادر يسجل 4 أهداف. فهذا ما نريد أن نشاهد اليوم. الانتصار الأول بالنسبة لتاريخ مصر لحسام حسن، بنسبة كبيرة سيمر هذا المنتخب إلى وتجاوز دوري المجموعات. هذه كلها إيجابيات للمدرب المحلي ولحسام حسن بالذات. اليوم هو طبعا يا محمد هو موهوب بالفطره. في حراس مصنوعين وفي حراس موهوبين. هو عنده الموهبه بالفطره وعنده رده فعل كابتن. وتحركاته حتى في الكرات العرضيه النهارده تحركات ايجابيه، وطلوعه للكرات العرضيه كان طلوع مميز، وردود افعاله سريعه، وطبيعه جسمه وازاي جسمه اتعامل معاها، فردة فعل سريعه بالنسبه لمصطفى. اتمنى له التوفيق. حتى دفاعيا احنا اتحسنا كتير قوي الشوط الثاني. دعونا نعيش معكم فرحه المصريين الذين ذهبوا الى ملعب المباراه هناك في فانكوفر بعد نهايه اللقاء مع نافع بن عاشور. نافع تفضل. تصريح. I'm very happy to the Egyptian team performance. وتكلم فيا بالعربي. سعداء جدا. أنا آسف، أنا مبسوط جدا بالمنتخب المصري، وإن شاء الله انتصار بعد انتصار بعد انتصار. مصر كبيرة طبعا، فرحة كبيرة للجماهير المصرية. ألف مبروك. يبارك فيك. عايش تونسي وفرحان مع الجمهور المصري. بالطبيعة احنا كتوانسة كنا عرب فرحانين لمصر، حابين تونس ترشح مالا غالب، وان شاء الله المغرب والجزائر يترشحوا زاد. كل فرق عربية. بارك الله فيك. طبعا نواصل رصد الافراح المصرية، يوم تاريخي للكرة المصرية. اكيد يوم تاريخي، اول فوز في كاس العالم ومش اخر فوز في كاس العالم، وان شاء الله الماتش الجاي نكسب ونتاهل اول مجموعة باذن الله. طبعا ألف مبروك. رصد فرحة الجمهور المصري، يوم تاريخي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، شعب مصر مبسوط والدنيا مهيصة والحمد لله رب. الدنيا مهيصة. فرحان ان شاء الله نكسب كل الماتشات الجايه ان شاء الله. ان شاء الله لكل عربي الجماهير المصرية. Let's go Egypt. 100 كده 3-1 عقبال اللي جاي. احنا خلاص كده، احنا بقى كفايه كده قوي. فينا لسه في ماتش ان شاء الله نشوف بقى الماتش بقى 4-0 ان شاء الله. مفيد، هو الانجاز التاريخي التاهل طبعا يعني بصراحه ماتش يعني تحفه. نعم تحفة بالفعل، روعة، علامة الامتياز المنتخب المصري، انجاز تاريخي. شكرا لنافع. من حق هذه الجماهير المصرية أن تفرح. ستغلق هذه الصفحة سريعا، ما هو المنتظر في مشوار يبدو بأنه سيكون طويلا في كأس العالم لمصر. انا عاوز ناخد اول مجموعه، يعني برضو مهم. اول مجموعه مهم يبقى في عندك عمق هجوم، فالتنوع ده مطلوب والتحرر مطلوب. لان انا زي ما قلت الشوط الاولاني ممكن تحس ان الاولاد كانوا مشحونين شويه زياده، حماس زياده، ارتباك، متسرعين، عاوزين الفوز بسرعه. فيحسب للكابتن حسام ان هدى الفريق بين الشوطين مع التغييرات اللي احنا قلناها، التغييرات في الادوار التكتيكيه والامور، فايقاع الفريق بقى اسرع. توسيع اللعب مهم، الكرات العرضيه اللي موجود، انتشارنا في الكرات العرضيه كان انتشار مميز. 3 اللعيبه التيشيرتات بتوعنا الحمر كان واحد على الاولى وواحد في النص وواحد في البعيده، فاعتقد دي حاجات ايجابيه لازم نستغلها، انما مهم قوي صداره المجموعه. نروح الجيزه. اتفضل. نروح الجيزه.